هيومن رايتس ووتش يعني قلقة وزعلانة ويعني مش عارفين يناموا الصراحة. وفي يعني تقرير ليها ان في 200 واحد تم اعدامهم من اول العام في المملكة العربية السعودية. يعني بصرف النظر عن الموقف من تلك الاعدامات او كده، وهم بيقولوا ان منهم ناس اعدموا في حوادث إرهابية غير مميتة. مش عارفة يعني حد سمع عن الإرهاب الغير مميت ده يا جماعة؟ مش عارفة يعني. بس هي المشكلة في ان هم يعني حساسيتهم وامتعاضهم وقلقهم وحنيتهم ديت، يعني ما خدوش بالهم من ال40,000 اللي ماتوا في غزة. حقيقي والله يعني. يعني ولا هي الإنسانية متقسمة عندهم يعني. هي صحيح المنظمة مقرها في واشنطن، يعني في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية يعني. بس يعني تقريبا نظرهم ما بيجيبش إن حد ناحية غزة وكده، يعني ما بتجيش ناحيتها. لكن شايفة أي حد، أي قطة معدية ماتت، يا حرق حقوق الإنسان، حقوق الحقوق 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 الحقوق. بصراحة ربنا يعني المفروض يتكسفوا ان هم يتكلموا بقى بعد ما خلاص اتدمرت معاني حقوق الانسان في المنطقة العربية كلها من اولها لاخرها، في غزة وفي لبنان والقصف اللي شغال رايح جاي في كل حتة دوت، ما حدش واخد باله منه من حقوق الناس اللي بتموت المدنيين دي وبيوتها اللي بتتهدم. عادي. ربنا يقول ايه بس. حنية القلب دي يا ريت يعني ما نبصلهاش ولا نديهم اي اهتمام ولا نعيرهم اي اهتمام. لان الحقوق ما بتتجزأش، والانسان هنا هو الانسان هنا.